أكد الدكتور عاطف عضيبات رئيس اللجنة العليا لمسابقة الملكة علياء للمسؤولية الاجتماعية خلال حفل إطلاق فعاليات المسابقة، والتي جاءت بتوجيهات من سمو الأميرة بسمة بنت طلال رئيس مجلس أمناء الصندوق الأردني الهاشمي على ضرورة المساهمة في زيادة الوعي لدى شرائح المجتمع كافة، وخاصة طلبة المدارس والجامعات بمفهوم المواطنة الفاعلة ومشاركتهم في الشأن العام وتعاونهم في البناء والتنمية والحفاظ على المجتمع. وتسهم مسابقة الملكة علياء للمسؤولية الاجتماعية في تمويل برامج تعليم وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف محافظات المملكة، والتي أطلقت لهذا العام تحت شعار بادر لقوة وطنك. في الأردن في ضوء أيضا الأوراق النقاشية لمولاي صاحب الجلالة اللي ركزت على موضوع المواطنة، الأصل أن نصل إلى الشباب في مدارسهم وإلى الشباب في جامعاتهم، ونحاول بطرق ذكية وإبداعية أن نغرس مفهوم المواطنة شعارا وسلوكا لدى هؤلاء الشباب في مرحلة مبكرة، لأنه إذا استطعنا غرس قيم المواطنة وسلوكياته في مرحلة مبكرة تبقى مع الشباب. تم توزيع حوالي 650 ألف كوبون مسابقة لكافة الجهات، 20 ألف أيضا للجامعات. بعدها ستنطلق المسابقة في 10/4 وتستمر لغاية 30/6. بعدها يتم السحب على هذه الجوائز، وتتراوح قيمة الجوائز من 50 دينار إلى 2000 دينار. أكد سمو الأمير الحسن بن